إزالة التحسس والتكييف المضاد هم أهم سلاحين في عملية تدريب الكلب التفاعلي، وهم عملية تحويل محفز مثير سلبي على الكلب لمحفز إيجابي، أو على الأقل محفز الكلب بيقدر يستحمله. وزي ما قلنا قبل كده، إزالة تحسس الكلب هي تعريض الكلب للمحفزات لمدد قصيرة وعلى مسافات كافية إن هو يشوفها، بس في نفس الوقت ما يدخلش في حالة التفاعلية. والتكييف المضاد هو إننا بنربط رؤية المحفزات المثيرة للكلب بحاجة الكلب بيحبها جدا، زي مثلا اكل قيمته عاليه. وبنبدا التدريبه اننا بنقف على مسافه كافيه تحت حد احتمال الكلب، وبنبدا لعبه مع الكلب اسمها انجيج ديسنجيج او ركز معايا بدل ما تركز معايا، وهي من خطوتين سهلين. الخطوه الاولى بنبدا والكلب شايف المحفز على مسافه بس ساكت، وكل ما بنلاقيه ساكت بنقول له كلمه تشجيع زي يس او برافو، وبنبدا نديله اكل في بقه. طبعا لو الكلب مش عايز ياكل، انت هنا مش بعيد مسافه كافيه عن المحفز، وبنقعد نكرر معاه الموضوع كذا مره لحد ما يبقى اهدى. وبعد كده بننتقل للخطوه الثانيه، وهي اننا بنقف ساكتين ومتابعين الكلب لحد ما الكلب يحس ان الاكل اتاخر، فيقوم باصص لنا، فنقوم قايلين له كلمه التشجيع ونكافئه، ونكرر الكلام ده معاه كذا مره، ونخلي فتره التمرين قصيره. ولو في اي وقت الامور خرجت عن السيطره والتفاعليه عليت عند كلبك، بتاخده وتمشي بيه على طول. وللعلم بالشيء، علاج التفاعلية مش بيبقى حصة ولا اتنين مع كلبك والأمور بتتظبط، لا ده بيبقى حصص على مدار شهور، بيتطلب وقت ومجهود والتزام منك.